في الفيديو ده هتعرف معايا اهم 5 مواقع لمصممين الجرافيك. يلا بينا. ازيكم واهلا بكم من جديد، معاكم كمال وحيد. وانا بحضر الفيديو ده كنت متحمس جدا. ليه؟ لاني مش بتكلم عن مجرد مواقع بتستخدمها كده وخلاص، لا انا بتكلم عن كنز حقيقي لمصممين الجرافيك، وهتعرف ليه دلوقتي. مجمع لك افضل 5 مواقع لمصممين الجرافيك فيهم خاصية الذكاء الاصطناعي، هيساعدوك جدا وهيوفروا عليك اكتر من 50% من وقتك وانت بتشتغل. كمان هسيب لك اهم واكتر 20 موقع انا شخصيا بستخدمهم، مواقع للموك ابس وللصور البي ان جي والصور الهاي كواليتي، ومواقع للتغذية البصرية والخطوط. يعني من الاخر شوية مواقع جامدين جدا مش هتحتاج اي حاجة تانية بعدهم. هسيب لك لينك المواقع دي في الديسكريبشن، او لو انت موجود معانا على جروب تليجرام فهتلاقيهم هناك. ولكن المواقع اللي هنتعرف عليها دلوقتي هي اللي بيستخدم فيها ال AI. فمن غير ما اضيع وقتك حضر القهوة بتاعتك ويلا بينا نبدأ موضوع الفيديو. نبدأ بأول موقع معانا هو ووتر مارك ريموفر. الموقع ده بكل بساطة وظيفته انه يحذف او يشيل الووتر مارك او العلامة المائية اللي في الصورة. يعني صورة زي دي عليها ووتر مارك، طبعا جاية من شاتر ستوك، بتحمل معانا زي ما انتم شايفين كده في اقل من دقيقة تقريبا. الموقع حذف الووتر مارك او العلامة المائية اللي في الصورة. طبعا هي الصورة اللي على اليمين دي الاوريجينال، الصورة اللي على اليمين دي لو بصيت كده هتلاقي مفيش خالص اي علامة مائية او اي ووتر مارك خالص. فده بكل بساطة وظيفة الموقع. وعلشان تسيب الصورة عندك او تحفظها على الجهاز اضغط داونلود ايمج. الصورة اتحفظت عندك زي ما انت شايف كده، تمام. طبعا ديت ممكن تبقى تحذفها عادي من على الفوتوشوب. احنا المهم عندنا الشكل ده مفيش فيه اي غلطة خالص. بكل بساطة هتجيب الصورة على الفوتوشوب وهتجيب اداة الكروب وتطلع كده حاجة بسيطة بس كده، واعمل سيف للصورة. طب لو لاحظت وبصيت على الصورة كده هتلاقي ان الكواليتي بتاعت الصورة مش افضل حاجة. نحل المشكلة دي ازاي؟ ده هينقلنا على الموقع التاني، موقع upscale.media. الموقع ده وظيفته انه بيعلي الكواليتي بتاعت الصورة، وده مثال قدامك اهو بيقول لك الموقع بيعمل ايه. فهنجيب نفس الصورة اللي احنا استخدمناها على الموقع اللي فات ونستنى كده ثواني. زي ما انت شايف كده لو بصيت على العينين مثلا في فرق بين الصورة الاوريجينال وبين الصورة اللي الموقع اشتغل عليها وطلعها بالاي اي. بعد ما خلصت خلاص اضغط داونلود ايمج، هتلاقي الصورة حملت عندك على الجهاز. ثالث موقع معانا هو موقع بيك ويش. الموقع ده حرفيا في كل حاجة انت عايزها، ولكن طبعا لازم تكون مشترك على الموقع علشان تعرف تستخدم كل الخدمات دي. فاحنا هنستخدم الخدمة الفري اللي هنا وهي الريموف باك جراوند، تمام. نابلود اي صورة عندنا على الجهاز، جبنا نفس الصورة اللي استخدمناها في المواقع اللي فاتت، وفي اقل من دقيقة تقريبا بكل سهولة حذف لك الخلفية اللي موجودة. بعد ما خلاص خلصت تعالى على داونلود ايمج واضغط فري ايمج، كده بيحمل الصورة معانا. هتفتح الصورة بعد ما اتحملت على الجهاز هتلاقيها زي ما انت شايف كده. طيب نستخدم صورة كمان، هنجيب شكل البرفيوم ده ونستنى ثواني كده بنتحمل معانا، وزي ما انت شايف كده بكل سهولة حذف لك الخلفية. ومكان القص في الحواف كده شارب جدا، فمش محتاج انك تعدل عليها تاني خالص. فبرضه هتيجي على داونلود وتضغط فري ايمج، تفتح الصورة هتلاقيها زي ما انت شايف كده. وبالمناسبة دي الصورة الأصلية، برضو نفذت عليها نفس الخطوات اللي عملناها دلوقتي على المواقع اللي فاتت. رابع موقع معانا هو flare.ai. الموقع ده من أكتر المواقع اللي بستخدمها تقريبا، خصوصا لو بتشتغل على تصاميم سوشيال ميديا. لأنك لو دخلت على الموقع كده وعملت كرييت نيو بروجكت هتلاقي انك تقدر تضيف أي منتج هنا ويطلع لك على شكل تصميم سوشيال ميديا. ودي تمبلتس وأمثلة عشان تفهم قصدي. دي طبعا منتجات جاهزة على الموقع ممكن تستخدمها، ولكن عشان تشوف معايا مدى قوة الموقع ده هنجيب نفس الصورة اللي استخدمناها دلوقتي، صورة البرفيوم، ونرفعها على الموقع ونضيفها هنا كده. وهنيجي الأول على اديتور ونختار نوع البرودكت. أنا هختار مثلا هو برفيوم، تمام. وتختار هنا الموقع يطلع لك كام ريزولتس أو كام عدد. أنا هختار الموقع يطلع لي صورتين ونضغط جنريت ونستنى كده بيحمل معانا. زي ما انتم شايفين كده طلع لنا صورتين احلى من بعض. وبص بقى على التفاصيل، في ظل هنا او شادو لشكل الازازه، وانعكاس الازاز او الزجاج بتاع البرفيوم جاي على الارضيه كده، فحاجه الصراحه في منتهى الجمال يعني. والصوره التانية برضو نفس الكلام. طبعا طلع لنا صورتين لان احنا كنا مختارين في الاول انه طلع لنا صورتين. فعلشان تحفظ اي صوره منهم او الصورتين عندك على الجهاز
هتيجي على المكان ده وتفتح الصورة كده او تضغط عليها كليك يمين وسيف ايمج. هتفتح الصورة كده زي ما انت شايف كده، الصورة بقت موجودة عندك على الجهاز. شايف بقى المقارنة بين الصورة الأصلية والصورة دي؟ فرق جامد جدا، وعملت كل الكلام ده في أقل من 5 دقايق. نيجي بقى على 5 موقع. شركة أدوبي طبعا مش هتسكت عن اللي بيحصل في الذكاء الاصطناعي ده، فقررت إنها تعمل موقع اسمه أدوبي فاير فلاي. الموقع ده زي ما انت شايف كده فيه حاجات كتير بيقدمها، زي انك بتضيف له كلام يطلع لك صورة، او تعمل جنريتيف فيل انك تغير الخلفية او تغير شكل الملابس، او انك تعمل تكست افكت، وحاجات تانية كتير تحت موجودة ديت ممكن تبقى تجربها انت مع نفسك. فنجرب مع بعض كده الجنريتيف فيل. فزي ما انت شايف كده دي كلها سيمبلز او امثلة ممكن ان احنا نجرب عليها او نستخدمها علشان نشوف الموقع بيشتغل ازاي. فهنابلود صورة من على الجهاز، جبنا برضو شكل الصورة اللي احنا استخدمناها قبل كده. فعاوز ان انا احذف الباك جراوند، فبكل بساطة خالص هضغط على باك جراوند، حذف لي الباك جراوند. لو عايز ان انا اعكس مكان الحذف او المنطقة اللي تم فيها التعديل اضغط انفيرت، هيعمل انعكاس للحذف. فارجع تاني، عاوز اخلي مكان الخلفية هنا اكنه في الصحراء، فهكتب له هنا كده واضغط جنريت. زي ما انتوا شايفين كده طلع لنا اكتر من شكل، ولكن ده احسن شكل فيهم. وطبعا ممكن تغير اي حاجة تانية في الصورة انت عايزها، ولكن عشان وقت الفيديو فهنستكفي بكده. فهنيجي على التكست افكت ونضغط جنريت. زي ما انتوا شايفين كده في افكتات كتير للتكست ممكن ان احنا نستخدمها يعني. فممكن تستخدم اي ستايل من ده زي ما انت عايز. فانا هستخدم الستايل ده واضغط هنا كده، واكتب بقى اي اسم انت عايزه. انا هكتب اسمي مثلا كمال، تمام، واضغط جنريت ونستنى نشوف هيطلع لنا ايه. بصراحة النتيجة كويسة جدا. ممكن كمان نختار افكت تاني، انا هختار الافكت ده عجبني الصراحة. بكتب برضو هنا اسمي كمال واضغط جنريت. زي ما انتوا شايفين كده طبق لنا الافكت على الاسم. فينا برضو امثلة مختلفة ممكن اضغط على دي كده واستخدمها، اجرب واضغط جنريت. فطلع لنا الشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. وبصراحة حاجة كويسة جدا يعني. في هنا حاجات اخطاء بسيطة دي ممكن تتعالج بالفوتوشوب، او بسيطة يعني، امرها بسيط يعني، لكن الشكل العام كله كويس الصراحة. تمام. ممكن برضو تغير هنا شكل الفونت، وتغير هنا الباك جراوند كلر باي لون انت عايزه هنا. وبعد ما خلاص بتخلص اللي انت عايزه بتيجي على المور اوبشنز وتضغط داونلود، والصورة بتتحفظ عندك على الجهاز. ولو رجعت معايا تاني على الهوم هتلاقي طبعا كل الحاجات دي موجودة. ممكن تبقى تستكشف وتجرب انت مع نفسك كده علشان بس وقت الفيديو. وبس كده يا صديقي، ده كده موضوع فيديو النهارده. وما تنساش طبعا انك تكتب لي في الكومنتات نتكلم عن ايه في المواضيع اللي جايه. وكمان لو محتاج اي استفسار فجروب تليجرام والفيسبوك موجودين في الديسكريبشن، ممكن انك تكتب سؤالك هناك وهنرد عليك. طبعا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير عشان الفيديو ينتشر لناس اكتر، وعلشان اشوفك الفيديو الجاي. كان معكم كمال وحيد، وسلام.